وكذلك نحن نرى ما تمر به الأمة الإسلامية في العصور المعاصرة في هذه الأزمنة المتأخرة، وكيف أن أهل الأهواء من الباطنية رافضة أو صوفية أو خوارج أو غيرهم صاروا سلما يتوصل بهم أعداء أهل الإسلام، لتفريق المسلمين وإثارة الفتن في مجتمعاتهم وإيجاد الحروب. ونحن نرى بأعيننا هذه الحروب التي ابتلأت بها بلاد المسلمين من آثار هذه الفرق الضالة المصنوعة وتلك الثقافات المنحرفة، فيشوهون جمال الإسلام الدين الصافي، طريق الإسلام الصحيح، طريق الكتاب والسنة، ويزينون طريق أهل البدع والأهواء. طرق الباطنية من الرافضة والصوفية القبورية يزينونها بأنه الإسلام المعتدل، الإسلام المسالم. أين هذا الإسلام المسالم؟ ونحن نرى الدماء التي سفكت من آثار الرافضة سواء من حرب إيران والعراق، أو كذلك ما يحصل في سوريا وما يحصل الآن في اليمن وما حصل في عدد من الدول الأسيوية والأفريقية. أين سماحة هذه الطوائف؟ وما نرى ما حصل في أفغانستان من طالبان القبورية وما سفكوا من الدماء وما اعتدوا على أهل الإسلام. أين من يعرف ويميز بين الإسلام الصحيح من الإسلام المنحرف مع هذه الجماعات المنحرفة، سواء كانت حزبيات سياسية فرقت اجتماع أهل الإسلام ومكنت الأعداء من التسلط عليهم، أو كانت تلك الجماعات الإرهابية بمسميات مختلفة وترعاها دول شرقية أو غربية، كل ذلك ليتسلطوا على أهل الإسلام. هل من معتبر